الفيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب، والمعلومات كتيرة جدا، الأعشاب كتيرة جدا، الأدوية كمان كتيرة جدا. مش عارفة أحط إيه قبل إيه، ومش عارفة أبتدي بالأعشاب، إن هي مش عارفة يا ترى أسيب الكتاكيت بتاعتي كده وهي هتكبر وخلاص أحط لها أكل ومية وبس. ففي حاجات كتيرة جدا، وده بينصحك بفيتامينات معينة، وده بينصحك بأدوية معينة، وده بينصحك بأعشاب معينة، وخلطات الأعشاب كتيرة جدا. طيب أبسط الدنيا دي على نفسي إزاي؟ إن انت تكون عينك هي اللي شايفة الكتكوت بتاعك، عينك اللي شايفاه. فانت بتشوفي قاعدة كده، شايفة درجة الحرارة مظبوطة، شايفة الريحة في المكان عاملة ايه، قادرة تاخدي انت نفسك في المكان. لان انا بشوف ناس ما بتنضفش الكتاكيت البيضة خالص، تقولك هعمل زي المزارع وهسيب كده دورة الكتاكيت بتاعتي من عمر يوم لغاية 30 يوم او ل 35 يوم، زي ما ان هي بتسلم الكتكوت، او ان هي بتذبح الكتكوت حتى لو في بيتها. ان هو لما بيوصل لعمر الفرخة بتسيبه كده من غير نظافة ومن غير اي حاجة خالص، والكتكوت بتاعها يتدهور وحالته تتدهور ويجيله امراض كتيرة جدا. طيب لازم أن تكوني عارفة ان انتي في الحر، يعني في درجة الحرارة اللي احنا فيها دي، الفرشة دي بتعمل رطوبة، بتعمل مية، بتعمل حشرات، وبتعمل حاجات كتيرة جدا وحشة، بتعمل ريحة في المكان، بتجيب للفرخ امراض كتيرة، بتجيب اكسيديا. لازم تهتمي بنظافة المكان، نظافة المكان واستقبالك للكتكوت يكون صح. ما اجيبش الكتاكيت واسيبها واقول ابتدي اجهز المكان بتاعي، لا، اول حاجة تعمليها تكوني مجهزة المكان بتاعك كويس جدا، تكوني مظبطة المكان بتاعك، تكوني مطهرة المكان بتاعك كويس جدا، رشاه جير او بودرة بلاط، وتكوني فرشة الفرشة بتاعتك لو انت بتربي في الارضية ما بتربيش في السلكات، تمام، او في البطارية. تكوني مجهزة اللونات بتاعتك، تكوني مظبطة اللونات بتاعتك، مدفية المكان في استقبال الكتكوت. الكتكوت بنستقبله زي ما استقبلته معاكم على محلول جفاف او عسل اسمر، او بتستقبلي مثلا 12 ساعة على كده و12 ساعة على كده، 8 ساعات على كده، 8 ساعات على كده، مفيش مشكلة خالص، تمام. انا ما بكترش في، يعني بحط كمية بسيطة جدا من المية، في لو حطيت محلول جفاف او حطيت عسل اسمر كمية بسيطة جدا، بسيبها كده يعني في حدود 8 ساعات قدام الكتكوت. بعد كده ببتدي انزل بالمضاد الحيوي، او ببتدي انزل بدواء الاستقبال اللي الدكتور بيبقى مديهولك مع الكتاكيت، تمام. بيقعد معايا في حدود 4 ايام. يبقى استقبلت اول يوم كده على محلول جفاف، واستقبلت على عسل اسمر، وبعدين في ال3 ايام التانيين استقبلت على دواء الاستقبال اللي الدكتور مديهولك، تمام. ممكن ساعات الدكتور ما يديلكيش دواء الاستقبال ده، وممكن ما تستخدموهوش خالص، اوقات كتيره مرت ان انا ما استخدمتوش، تمام. بس اهم حاجه وانت بتشتري الكتكوت بتاعك، اشتريه من مكان يكون كويس جدا ما بيغشش، ويكون بتسالي الدكتور الفراخ بتاعتي الكتاكيت دي واخده التحصينه بتاعتها ولا لا. تشتري النوع اللي انت بتفضليه، ان كان رزقي او ان كان كتكوت، او ان كان كتكوت زي ما انت شايفه كده. انا اللي معايا الوقت كتكوت قب، تمام. بتشتغلي باللي انت حباه. الكتكوت الرز بيبقى المناعه بتاعته قويه شويه عن الكتكوت القب، بس انا بحب القب بصراحه، وبحب ان انا اشتغل بيه، تمام. بيبقى ساعات فيه نقطه سمراء، وساعات بيجي مفهوش النقطه السمراء. تعرفي الكتكوت بتاعك ازاي؟ يعني بتمسكيه كده مره في مره كده، بتشوفي الكتكوت بتاعك يكون حجمه حلو، وبتكون رجله مليانه كده شويه، بيبقى مختلف تماما عن الكتاكيت التانية. تاخدي بالك زي ما قلتلك انك تكوني جايباه من مكان موثوق منه، علشان خاطر الغش بقى موجود كتير جدا، وانواع الفراخ بقت بتتغش الوقت، تمام. زي ما انتم شايفين كده الكتكوت لازم تكون حيويته حلوة، لانه وانت مستقبلاه في جو كويس، يعني مظبطة درجة الحرارة بتاعتك كويس جدا. ما تقوليش ان انا هشغل بالنهار لنضة او بالليل هشغل لنضتين وخلاص وخلصت على كده، لا، خدي بالك، لان اوقات كتيرة بتطفي اللنضة بالنهار ما بتحتاجيش اللندة الحمراء خالص، واوقات بتحتاجيها، واوقات زي ما انت شايفة كده درجة الحرارة عمالة في الطالع وفي النازل. فخدي بالك من الحتة ديت، لان الكتكوت لو خد منك لطشة برد دي صعبة جدا، تمام.
خدي بالك كمان ان العلافات بتاعتك تبقى نظيفة، سقاياتك تبقى نظيفة. خدي بالك من التهوية بتاعتك، ما تقفليهاش. ممكن تزودي لمضة بالليل لو الجو القتيم هوي جامد، زودي لمضة بس ما تقفليش التهوية علشان نفس الكتكوت. وعلشان الكتكوت لو معاكي النفس بتاعه بالذات، انتوا عارفين الكتاكيت لو درجة الحرارة علت عليها بتلاقيها بتنهج. تمام، وده بيبقى غلط عليها جدا. طيب اي معلومة حابة ان انت تعرفيها واكون انا نسيت ان انا اقولها لك في الفيديو، اتمنى ان انت تكتبيها لي كده وهرد عليكي على طول. اتمنى ان انت ما تنسيش اللايك وما تنسيش كمان كومنت كده حلو منك، دعوة حلوة منك كده بصلاح الحال لنا جميعا. تمام، نصلي على رسولنا الكريم كده وكمان نشوف بقى حيوية الكتكوت قدامك. الكتاكيت كده تعرفيها اتلمت كلها جنب الحيطة، تعرفي ان الحرارة عالية قوي، والكتكوت بينقي اطرى مكان عندك اللي هي الحيطة اللي هتديله شوية هوا كده بيروح جنبها. طيب الكتاكيت انكمشت فوق بعضها، تعرفي كده ان هما محتاجين تعلي درجة الحرارة شوية علشان يدفهم ويبتدوا ان هما يجروا، ده في العمر الصغير. الكتاكيت منتشرة كده وكل كتكوت بعيد عن اخوه، تعرفي ان كده بسم الله ما شاء الله انت مظبطة درجة الحرارة بتاعتك كويس جدا. زي ما قلتلك الكتكوت الابيض بيختلف عن اي نوع طيور تانية، حساس جدا، ولو ظبطتله المكان هيريحك جدا جدا، وهي يومه هيبقى بيومين. يعني هتبص كده تلاقي بسم الله ما شاء الله الحجم بتاعه بيجي معاكي. طيب الاعشاب بقى اللي مطلوبه بقى ان احنا نشتغل بها بعد ما عملنا الخلطه بتاعه البصل والثوم، ده جميله جدا بس ما تزوديش عن اللزوم. يعني ما تقوليش من اول عمر يوم هبتدي اشتغل على طول، هو من تاني يوم بنبتدي نديلهم حاجه بسيطه كده على العلف، البصل وبصلايه صغيره وبنحط عليها فصين توم، وبتعمليها بتغير ريحه العلف، بتجذب الكتكوت للاكل. تمام. بعد كده بقى بتبتدي ان انتي مثلا عايزه تعملي مشاريب، ما فيش مشكله. عايزه تعملي تنزلي بادويه، تنزلي بفيتامينات مثلا او املاح معدنيه، ما فيش مشكله. 8 ساعات و8 ساعات و8 ساعات مثلا ممكن تنزلي بالاعشاب. خلطه البنجر جميله جدا، رافع مناعه جميل. طب مش حابه استخدمها، ممكن تجيبي رافع مناعه من عند الدكتور البيطري وتنزلي بيه، وكده يبقى خلصنا الاسبوع الاولاني علشان ندخل على الاسبوع التاني اللي هنبقى فيه الاكسجين خلاص ابتدت ان هي تكمل كده عند الفراخ. فهتخلي بالك من الخطوه دي، طهري مكانك ونضفي مكانك، رش جير او رش بودره بلاط على طول دايما وباستمرار. تمام، ومكانك يبقى نظيف. هنشوف بقى الفيديو الجاي مع بعض ان شاء الله، نشوف الاسبوع اللي بعد كده هنعمل فيه خلطات ايه او هننزل ادويه ايه، لان الادويه برضو بنزلها بس بكميات تكون قليله جدا، كميات تكون محدوده مش كتيره. يعني بنزل الضروري قوي او الحاجات اللي هي تعديني، اي حاجه تكون صعبه للكتاكيت، اي ادويه بسيطه جدا. اشوفك في رعايه الله، وفي حفظ في امان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.